محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا فإن رحيم تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أسفى الأسفياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك من ربي سمائي. السلام عليك السلام
السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي قسما بالنجم حين هوى ما المعافى والسقيم سوى فاخلع الكونين عنك سوى أب مولى العرب والعجم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي سيد السادات من مضري غوث أهل البدو والحضر سيد السادات من مضري
وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. صلى الله تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه. وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود. صلى الله عليه. فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز تكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك عليه. صلى الله عليه. الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه. تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان. صلى الله عليه. ثقلا وتنتصر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا قلب سروره قد تاولى. يا لقلب سروره قد تاولى بحبيب عمال أنا مناولا بحبيب عمال أنا مناولا. يا لقلب سروره قد تاولا. يا لقلب سروره قد تاولا بحبيب عمال أنا مناولا بحبيب عمال أنا مناولا. جل من شرف الوجود بنورين. جل من شرف الوجود بنورين. غمر الكون بهجة وجملا. غمر الكون بهجة وجملا. يا لقلب سروره قد تاولا. يا لقلب سروره قد تاولا بحبيب عمال أنا مناولا بحبيب عمال أنا مناولا.
قد تولد بحبيب عمان أنا منانا بحبيب عمان أنا منانا وهو من فوق علمي ما قدرته وهو من فوق علمي ما قدرته رفعة في شؤونه وكملا رفعة في شؤونه وتعالى يا لقلب سرور قد تولد يا لقلب سرور قد تولد بحبيب عمان أنا ولا بحبيب عمان أنا ولا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعقل معانيه الجلال صلى الله عليه تصمم في عالم البطون والظهور صلى الله عليه وجود الخلق يا نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول اللهم من صل وسلم عليه. أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأ هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد صلى الله عليه من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه واشهد أن سيدنا محمد العبد اللهم صل الصادق وسلم في وبارك قوله عليه وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عبد عليه أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه فبلغ الرسالة وأدى الأمانة صلى الله وترك عليه من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه في علة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر صلى الله وما عليه أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر صلى والبر الله عليه اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وبرز فيها في خلعة الكمال صلى الله العبودية في عليه مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإكرام صلى الله عليه صلاة يتصل بها روح
وصل عليه صلى به الله عليه. وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به صلى وحبه الله عليه. ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بكرمه صلى الله عليه وتفيأوا بلاد شرف الأصل بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك الله عليه أما بعد فلما تألقت إرادة الله بالعلم صلى القدير الله عليه التخصيص للبشر الكريم صلى الله عليه بالتقديم والتكريم صلى الله عليه القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين هاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون صلى الله عليه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه التام الذي يتنقل ببروده ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه صلى الله وقد عليه. قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصص صلى الله عليه بالسلام بالفخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لك البشر صلى الله نورا حير عليه. الأفكار ظهوره وبار فتعلقت همة الراقب لهذه الحروف صلى الله ليرقب في عليه. هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك الدار معلوم صلى الله وإن عليه. كانت الألسن لن تبي بعشر من شر أوصى بذلك المنصور صلى الله عليه. تشويقا للسامعين صلى الله عليه. من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين هذا النور المبين صلى الله عليه. فأن تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام صلى الله عليه. ولكن إلى تدوير ما بت من أشرف المخلوقين صلى الله عليه. أقرب الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايات بالقول منشورة على مر أيام الشهور والسنين صلى الله داعي عليه. التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى السمع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين. بشفاعة هذا النبي الشافع آمين. ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا نبي سلام عليك
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
سلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الذرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب ذور شرك هذا السراج صلى الله والعيون عليه متشوفة إلى بروزه صلى الله متشوقة عليه إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة صلى الله معلنة عليه بكمال البشارة وما من عامل حملا في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلاب من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعذر الفرح بملاقاة أشرف البريات صلى الله عليه وبروزه من عدم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والذور صلى الله فأذن الله في الوجود بجد التكريم وبجد في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه قرب ونوة هذا الحبيب عليه السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب صلى الله عليه دار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعجب سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر القدرة كشفت كناء هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه على من أتم الله عليه النعمة وخاص الأمة أن ينظر عند وضعه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدودة صلى الله عليه فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومن حور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه فرق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود منينا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد ومولانا محمد حضرك رسول الله فكرم رسول الله أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات
عليك يا رسول الله صلوات الله عليك البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصل على محمد الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله واهدنا نهج سبيله كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه بديوان خير مقعد طلع البدر علينا ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an wa'lam anna sababal mukashifati wal musawwishati wal hawadithi wal masaibi kasbud dunub wal awzar fi dhahir wal batin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum
وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ولا دواء لرفعها ودفعها على القطع إلا التوبة النصوحة الجامعة لكل الشروط ولا مخفف لها والملطف ومهون ومسكن مثل الاستغفارات والمكفرات كالصدقات والمكفرات كالصدقات وإكثار الحسنات ومن جملة المكفرات صلاة التسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالإكثار منها له جدوى كثير في رفع النوازل فينبغي للإنسان في هذا الزمان الإكثار منها بل ينبغي أن يجمع بين التوبة النصوحة وهذه المكفرات ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Wa'lam, ketahuilah anna sababal mukashifat wal musawwishat wal hawadith wal masaib kasbud dunub. Penyebab daripada kerusuhan dan penyebab daripada sesuatu bencana atau sesuatu yang melanda, yang menimpa daripada musibah-musibah yang terjadi, semua itu penyebabnya adalah kasbud dzunub wal auzar, melakukan dosa-dosa wal auzar dan melakukan kejelekan-kejelekan. Fil zahir wal batin, baik kejelekan tadi itu dilakukan secara zahir, wal batin dan secara batin. Qala Allah Subhanahu wa taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum." Tidaklah wa ma asabakum, apa yang menimpa kepada kalian semua, min musibatin daripada musibah-musibah, fabima kasabat aydikum, terjadi semua itu fabima, karena disebabkan sesuatu kasabat aidikum, maksiat yang telah kalian lakukan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas, telah nampak kerusakan-kerusakan fil bahri, di lautan, wal bahri dan daratan, di daratan dan lautan, bima kasabat, disebabkan dosa yang telah diperbuat oleh tangan-tangan daripada manusia. Wala dawa li raf'iha wa daf'iha alal qat'i wal batti, yani al battah illa taubah. Tidak ada satu amalan, tidak ada satu perbuatan yang lebih cepat untuk mengangkat datangnya bala dan musibah yang terjadi kepada kita illa taubah, kecuali bertaubat, kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan yang telah Ia perintah dan menjauhi apa yang Ia telah larang kepada kita, maka dengan itu bala dan musibah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengandalkan alat, bukan mengandalkan kekuatan, mengandalkan taubat kepada Allah, karena itu adalah dawa, obat untuk ngangkat daripada musibah-musibah terjadi, baik musibah secara umum atau musibah secara khusus, musibah secara skala besar atau yang skala kecil terjadi kepada orang banyak atau kepada pribadi kita masing-masing. Maka untuk mengobati tadi itu adalah at-taubah atau dekat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang meringankan tentunya dengan taubat yang nasuhah, al-jami'ah li kulli syurut, dengan syarat-syarat daripada taubat, al-gila', an-nadam, asacah tak belia boleh dengan maksiat, betul-betul mencabut diri daripada perbuatan maksiat, keton atas perbuatan maksiat, benih bangga kelebihan maksiat, wala mukhaffifalaha, dan tidak ada yang meringankan daripada musibah yang terjadi kepada kita, mithlul istighfarat, di antara obat-obat yang juraki tining beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir adalah memperbanyak istighfar. Karena istighfar nikah adalah obat saya meringankan, ibarat kula berpanjenengan kening penyakit, mun penyakit tak bisa elang, minimal ngeringan lagi.
Penyakit ini kan tak bisa elang minimal ringan. Sakit tak pati sakit. Monesoro elang yang kak musibah dari dunia pak elang tak bisa karena dunia kena musibah. Odik kena musibah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Odik ya coba, mati juga coba. Untuk mengangkat, menghilangkan monesauro paelang kapi tak bisa. Tetapi untuk membendung daripada musibah malah tak semakin raja atau obat untuk meringankan ibarat orang sakit tak rasa rongku istighfar. Wala dawa'ah illal istighfar. Obat yang mujarrab, obat yang sepaling mantih mujarrab untuk meringankan mukhaffaf, yang untuk meringankan musibah yang terjadi, istighfar dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta saporah dekat Gusti Allah. Aneka pun nas dalam Al-Quran setaja terjadi musibah-musibah nikah adalah karena disebabkan perbuatan tangan-tangan daripada manusia. Bene colok tak melakukan, tapi kebanyakan maksiat saya lakonin bi manusia nikah dari tangan. Dari tangan. Kebanyakan perbuatan maksiat nikah dari tangan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang orang Islam. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Islam yang sebenarnya adalah Islam yang lainnya merasa aman daripada perbuatan lisan dan tangan, karena kebanyakan gangguan kepada manusia yang lain dari lisan dan tangan. Manakala orang lain terganggu dengan lisan kita, orang lain tidak merasa aman dari gangguan tangan kita, maka Islam kita tidak sempurna. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Islam sesempurna, orang Islam lain aromasa aman dari perbuatan lesana bentanangah. Benar berarti sokona tak berbuat. Benar berarti akal pikirna untuk ngerosak orang lain bisa, berpotensi untuk melakukan semua itu. Akan tetapi perbuatan manusia sepaling banyak ngerosak atau mengganggu orang lain dari dua nikah, dari tanang juga dari lesan. Maka Islam saungkuna nikah perbuatan-perbuatan tanang manusia nikah semara akidah teng balak musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Datang musibah, datang balak kena bima kasabat aidin nas. Karena tangan-tangan jahil mereka, karena tangan-tangan jahat mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika menurunaki balak dekat dunia nikah, al bala ya'ummus salih wa talih. Balak nikah tak ngabas masjid, musalla, kiai, ulama, orang saya soleh, orang saya soleh, keneng kapi. Mangkana mun bada orang ngocah apa urusna? Maksiat tibi. Bon silakan hadir majelis benar tobat silakan, tetapi kan balak mun datang tak mele, balak mun datang tak mele, tak bola dari orang mabuk, area solawat, area maksiat enten datang ya sampian bi mula pegel ke bilis. Bilis ngekek sampian, pah buru bilisnya dak lobang. Nyari bensin sampean eselen mun parlo tutup cok sampai keluar, padahal bilisnya situng. Saya ngekek ke sampean bilisnya situng, tapi karena sampean pegel, wah hari montek sompat kapi lobang bilis ya, hari pancet deki berbuat ya. Mula balak ni gedeteng tak ngabela masjid wala musalla. Inni la astaghfirullah, aku beristighfar memohon ampunan kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan bertobat kepadanya, kepada Allah, bertaubat kepada Allah fil laili wal fil yaumi wal lailati, sehari semalam, sab'ina maratan, petong polo kaleh kanjeng Nabi istighfar benar tobat. Bahkan dalam riwayat mi amarra, 100 kali kanjeng Nabi istighfar benar tobat. Pertanyaan besar, dosa apa kanjeng Nabi? Ghibah? Enggak. Maksiat apa Rasulullah ya? Mak sampai gak nih ketobat, memberikan pelajaran kepada kita. Ar-Rasul Al-Ma'sum
Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjaga daripada bentuk maksiat siang malam. Montoju aing merepat ni kebecah jenggun sampai netes ke pangkuan beliau. Mona sujud beliau ni nangis dekat Allah Subhanahu wa taala sampai membasahi tempat sujud beliau. Wen kita mana kita? Kamu aku lebih sampean ni ka? Sebanyak lopah dekat Gusti Allah, sebanyak maksiat dekat Gusti Allah, tapi merasa aman daripada bala musibah. Seakan-akan berjaminan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan mesti sapora tu sana. Ajib. Lah Kanjeng Nabi pun alengki becah merepat nika, menetes air mata sampai jenggun becah sampai tempat lengki Kanjeng Nabi, pangkun Kanjeng Nabi nika netes agrepes eng merepat. Masya Allah. Oleh karena itu musibah nika pun terjadi sebereng kaler puna. Mulai dari musibah kene, musibah raja, musibah zahir, musibah batin. Cepekir musibah nika cuma aroba kepatian, keelangan, kerusakan, kebakaran dan lain sebagainya. A'dhamul masaibid dunya. Beneneka. Laisal mautu bi'a'dhami masaibid dunya. Musibah yang terjadi di atas dunia yang terbesar bukan kematian. Wa innama hiya sunnatul hayah. Kematian adalah merupakan konsekuensi daripada kehidupan. Mon odi itu mate. Sunnatul hayah. Benar mah. Wa innama a'dhamu masaibid dunya. Akan tetapi yang terbesar musibah di atas dunia bukan gempa bumi, benih tsunami. Apa musibah yang besar? Idza mata fi qalbika khaufullah wa anta fi qaidil hayah. Jika di hatimu telah mati takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa anta fi qaidil hayah, sedangkan engkau masih hidup. Orang odi keng atena tak takut ke Gusti Allah. Hada musibah kabir. A'dhamu masaibid dunya nika. Paling raja-raja musibah ijri orang odi tapi atena rasa takut ke Gusti Allah mate. Meter muka podi ate kuli sampean. Cewa kiri balak ben musibah zahir ben batin ateh patakok dekat Allah Subhanahu wa taala. Meter muka niat hadir majelis nikah pebanyak nita sampean, niat atobat, niat silaturahmi, niat asolawat, niat nyari syafaat, tung situngan niat kulu panjenengan catat kebagusan dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية أودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في العمل المقبولا وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعواتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساك كؤوس إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وغايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا.
وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره، وعم ببركاته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووادي وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقدار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل تائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولد الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك خير أجر. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.